السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم من أعجب القصص وأغربها، قصة الصائغ، وهو أب لثلاث فتيات، وهم سناء ووفاء والصغرى بهية. توفيت أمهم وتولى أبوهم تربيتهم. كان يعمل صائغا للذهب في حارته، وكانت بناته سناء ووفاء مفتونات بالذهب وبهدايا أبيهم القيمة. أما بهية الصغرى فكانت شبيهة بوالدتها الراحلة، منصرفة إلى المطالعة ومفتونة بالآفاق التي تفتحها أمامها الكتب، ولأجل ذلك كانت مثار سخرية شقيقتيها. وفي أحد الأيام قرر أبوهم السفر إلى مدينة مجاورة لغرض العمل، فودع بناته وأخبرهم أنه سيغيب ليومين فقط، وأنه مستعد أن يحضر لهم ما يطلبوه من هدايا. فطلبت منه سناء عقدا ذهبيا، وطلبت وفاء سوارا ذهبيا. ثم التفت الأب إلى ابنته الصغرى بهية وأمسك يدها وقبلها وقال: وأنت يا حبيبتي الغالية أؤمري، وسأحضر لك أي شيء تتمنيه. فقالت: أستغفر الله يا أبي، إن أمرتك بشيء أعظم هدية تقدمها لي هي أن تعود لنا بالسلامة. فقال الأب: سأعود لكم بالسلامة إن شاء الله، ولكن سأكون سعيدا عندما أقدم لك هدية، فلا تبخلي علي بتلك الفرحة. فقالت: حسنا يا أبي، إن كان ونبد، فأريد كتابا يتحدث عن العلوم الغريبة. فقال الأب: كتاب مرة أخرى؟ حسنا، ما دام هذا يسعدك فسأفعل. ملأ الأب عينيه من النظر إلى بهية التي ماتت أمها وهي تلدها، فأسماها أبوها على اسم أمها حبا بها وبأمها، فخرجت تشبهها في كل شيء، ولم تكن كذلك أختيها الكبيرتان. هادر الأب ولم يكن يعلم أن هناك من يراقبه، فمنذ أسابيع والمرأة المدعوة جليلة تتحين الفرصة للانفراد به، وفي عقلها خطة شريرة، فهي تمارس سرا قضايا الشعوذة والسحر الأسود، وقد وجدت في الصائغ الأرمل هدفها الأمثل للاستحواذ على قلبه وعقله، وجعله كالخاتم في إصبعها عن طريق التعامل مع السحر وتسخير الجن، وإجباره على الزواج منها في أول فرصة يبتعد فيها عن البيت، وقد تم لها ما أرادت. قام الصائغ باستئجار غرفة في منزل للمبيت فيه، فقامت هي أيضا باستئجار غرفة في نفس المكان، وانتظرت حتى منتصف الليل، حيث نامت العيون وخمدت الأصوات. فقامت المرأة بطقوس شعوذة في غرفتها، استدعت من خلالها أحد الأسياد من الجن، فقام ذلك الجني بالاستحواذ على جسد الصائغ وجعله يقوم بتصرفات غريبة خارجة عن إرادته. وفي الصباح تقابل الصائغ مع جليلة، وتحدث معها بلطف وإعجاب كأنه يعرفها من سنوات، ولم يمض إلا وقت قصير، وطلب منها الزواج، وذهب معها في الحال إلى المأذون الشرعي، وقام بعقد كتابهما. وحضر المجلس عدد من التجار من أصحاب الصائغ، وشهدوا على الزواج وسط استغراب شديد منهم، فأخذوا يتساءلون: هل جاء الصائغ إلى هذه المدينة للتجارة أم ليتزوج بعد يومين؟ استعد الزوجان للعودة إلى الحارة، ولم ينسى الصائغ في غمرة انشغاله ووضعه الجديد أن يشتري كتابا عن العلوم الغريبة كما طلبت منه ابنته بهية. كان ذهن الصائغ في صراع مستمر بين ما يحدث له وبين محاولته استعادة سابق عهده، لكن الغلبة كانت دائما تؤول للجني تبعا لسيطرة المرأة. ولكن قد تحدث أحيانا لحظات سريعة يعود فيها الصائغ إلى رشده، فيسارع إلى فعل أكثر شيء هام يخطر على باله، فكان الكتاب من ضمن تلك الحالات. وصل الصائغ إلى بيته، فأدخل زوجته الجديدة وسط دهشة عظيمة من بناته الثلاثة، لكن ذلك لم يمنع سناء ووفاء من سؤاله عن هداياهم. فتبسمت جليلة لهم وأخبرتهم أن أباهم قد انشغل بالزواج، ولم يكن هناك وقت لجلب الهدايا. ثم أخرجت لهم بعضا من حليها كهدية لهم، ففرحوا بها وانشغلوا عن زواج أبيهم. أما بهية فاحتارت في أمر أبيها أكثر مما احتارت من سلوك أختيها الأناني. وفي تلك الأثناء تقدم الصائغ حاملا الكتاب وقدمه إلى بهية،
فأخذته وهي تنظر إلى عينيه، فلم تر فيهما ذلك الحب والشوق الذي اعتادته، فصدمت وتفطنت جليلة إلى سلوك زوجها الغريب، فأسرعت وساقت زوجها إلى غرفته معتذرة لبهية من أن والدها متعب الآن وبحاجة للراحة. لم تنم بهية في تلك الليلة، وظلت مستيقظة إلى وقت متأخر تفكر بأمر أبيها وتتلو أجزاء من القرآن، بينما تغط أختيها في نوم عميق. وفجأة أحست بهية بشيء يشبه هبوب ريح داخل المنزل المقفل، فتعجبت من ذلك، لا سيما وأن جميع النوافذ محكمة الإغلاق. فخرجت من غرفتها تستطلع الأمر، فسمعت صوت يشبه صوت اللغط صادر من غرفة أبيها، فحملت بيدها شمعة واقتربت من الغرفة وهي تمشي بحذر على رؤوس أصابعها. وعندما نظرت داخل الغرفة شاهدت شيئا مفزعا وكادت أن تصرخ لولا أن تمالكت نفسها. شاهدت بهية زوجة أبيها جليلة وهي ممسكة برأس أبيها وهو يرتجف بشدة، والمرأة تتفوه بترانيم مبهمة حتى سكن الصائغ، ثم تحدث قائلا بصوت أجش: هل تريديني أن أغادر جسد هذا الإنسي؟ قالت المرأة: نعم، حتى الصباح على الأقل، فكل ساعة تقضيها في جسده تكلفني من عمري شهرا غاليا. لقد ألقيت تعويذة على هذا البيت تجعل سكانه ينامون عميقا، فهيا أسرع. عاود جسد الصائغ الارتجاف بشدة، ثم ارتفع صدره عاليا وارتد إلى الأرض. بعد ذلك عم المكان سكون عجيب، وبعد قليل تمددت المرأة إلى جانبه واستسلمت للنوم. فعادت بهية إلى غرفتها مذهولة مما رأت، ولم تنم حتى الصباح وهي تفكر فيما ستفعله. بعد شروق الشمس أيقظت بهية أخواتها وأخبرتهم بما رأت وسمعت ليلة البارحة، فكان جزاؤها السخرية واللامبالاة، فتعجبت لموقفهم واحتسبت أمرها عند الله. وعندما خرجوا من غرفتهم اعترضهم أبوهم وقد ارتسمت على وجهه ملامح صارمة، فقالت سناء: ماذا بك يا أبي؟ فرد عليها بشدة: أريدكم أن تجهزوا أنفسكم، ستذهبون إلى بيت عمتكم. نريد أنا وزوجتي الجديدة أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا البيت، ثم سأعود لجلبكم بعد أسبوعين من الآن. هيا أسرعوا. كان الشك والقلق يسيطر على بهية، فهي تعلم حقيقة أبيها وأن هذا الأمر خلفه شيء غامض. بعد قليل أحضر أبوهم عربة خشبية يجرها حصان، وركب البنات الثلاثة وأبوهم يقود الحصان في المقدمة. كان الطريق إلى عمتهم طويلا يستغرق ساعات. كانت بهية خلالها مشغولة بقراءة كتابها الجديد في العلوم الغريبة، بينما استلقت أختيها بملل. بانتظار نهاية الرحلة رفعت بهية الغطاء قليلا ونظرت، فتأكدت بأنهم قد قطعوا شوطا طويلا من الصحراء القاحلة. وهنا توقفت العربة وسط أراضي ذات تربة حمراء، ثم نزل أبوهم وفك الحصان عن العربة، وأمام دهشة البنات امتطى الحصان وانطلق عائدا، تاركا بناته في العربة يصرخن عليه فلا يجيب. مرت دقائق والفتيات في صمت من واقع الصدمة، ثم تكلمت بهية قائلة: ألم أقل لكم أن أباكم سيطرت عليه زوجته الجديدة؟ إنها ساحرة، ولا بد أنها سحرته حتى يتركنا هنا عمدا لنموت في الصحراء ليصفى لها الجو. قالت وفاء: صدقت يا بهية، ماذا سنفعل الآن وقد أصبحنا وحدنا في هذا المكان وسيحل علينا الظلام قريبا؟ مكثت الفتيات في العربة أملا أن يمر بهن رحالة أو عابر سبيل، حتى حل الليل، فبدأوا بالبكاء والتضرع لله أن ينقذهم مما هم فيه. بعد قليل سمعت الأخوات أصوات عواء ذئاب قريبة، فنظروا للخارج فوجدوا قطيع من الذئاب وقد احتشد أمام العربة، فأصابهم الهلع وتعانقت كل من سناء ووفاء وهم يتمتمون بالشهادة على أرواحهم، لكن بهية صاحت فيهم وشدت من عزيمتهما في هذا الموقف العصيب قائلة: يجب ألا نستسلم،
ولا بد أن نقاوم بكل ما لدينا من قوة إلى أن نعود إلى تلك الساحرة الشمطاء ونلقنها درسا لن تنساه أبدا. صاحت سناء: ماذا سنفعل؟ أخرجت بهية علبة كبريت من جيبها وقالت: هيا نشعل نارا، ساعدوني هيا. بدأت بهية باقتلاع ألواح من خشب العربة وساعدتها أختاها، ثم بدأت بحرق الألواح بينما أحاطت الذئاب بالعربة والذئاب تستعد للانقضاض عليهم. عندما خرجت بهية بالألواح المشتعلة خافت الذئاب وتراجعت، ثم خرجت أختاها وبدأتا باقتلاع المزيد من الألواح حتى تفككت العربة بأكملها، ووضعوا الخشب المحترق في دائرة ثم وقفوا في المنتصف ليحتموا بالنار من الذئاب الشرسة. استمر الوضع على هذا النحو لبضع ساعات من الليل، وظلت الذئاب واقفة في مكانها كما لو كانت تنتظر انطفاء النار حتى تحصل على مرادها. بدأت آخر شرارة من اللهب بالتلاشي، وسقطت الفتيات على الأرض وقد أنهكهم التعب وهم يبكون ويحتضنون بعضهم البعض وقد تملكهم اليأس، وسلموا أمرهم وأرواحهم لله فلم يعد في أيديهم شيء. ثم كشفت الذئاب عن أنيابها ومخالبها راغبة في تمزيق فريستها، وفجأة انشق صمت الليل بصوت طلقة نارية تلتها طلقة ثانية وثالثة. سقط أحد الذئاب ميتا بينما فر الباقون حتى فرغ المكان منهم تماما. بعد ذلك اقترب رجلان على ظهور الخيل يحملان بنادق، وقال الأكبر: أنا حاتم وهذا ابني فواز، كنا نسافر معا حتى رأينا النار من مسافة بعيدة فقررنا أن نستكشف أمرها، هل أنتم بخير؟ نهضت بهية وقالت: الحمد لله وشكرا لكم، لولا تدخلكم لكنا هلكنا. قال الرجل: لكني مندهش ومتعجب، ماذا تفعل 3 فتيات في هذه الصحراء؟ شرحت بهية كل شيء للرجلين، فأشفقوا عليهم مما حدث لهم وأعطوهم الماء ليشربوا ويستعيدوا عافيتهم. ثم أخذوا الفتيات معهم على ظهور الخيل وساروا أمامهم حتى حل الفجر، ووصلوا إلى مكان فيه بعض الخيام المتناثرة، ثم استراحوا وتناولوا بعض الطعام. بعد ذلك قال حاتم: سكان تلك الخيام يرحبون بالمسافرين ويتاجرون معهم، سأشتري 3 خيول أخرى لنعود إلى بلدكم. قالت بهية: نحن بنات صائغ الذهب وسنرد لك الجميل ولن ننسى فضلك ما حيينا. قال الرجل: عفوا يا ابنتي، حاجات الناس هدايا من الرحمن لنا، فأي هدية أعظم من مساعدة 3 فتيات وحيدات وإيصالهن إلى بر الأمان؟ بكت الأخوات امتنانا لفضل الرجل عليهن، ثم انطلقوا على خيولهم عائدين إلى بلادهم. وبعد ساعات وصلوا إلى أطراف البلدة. توسلت بهية إلى الرجل ألا يذهب بهم إلى أبيهم قائلة: لقد قلت لك يا عمي، إن والدنا فعل بنا هذا بأمر من زوجته الساحرة، لذا نرجوك أن تتركنا في مكان سري وأبلغ الناس أنك وجدت جثث 3 فتيات نهشتها الذئاب. قال الرجل: وما الغاية من هذا يا بهية؟ فقالت: سأشرح لك. لقد سمعت الساحرة تقول إن كل ساعة يقضيها الجني في جسد إنسان تعادل شهرا من عمرها، فحاولت التخلص منا ليسهل عليها السيطرة على والدنا بسحرها بعد طرد الجني، وسنحاول أيضا مقابلة والدنا سرا بعد رحيل الجني عنه، ونشرح له القصة حتى يصدقنا ويقف معنا ضد الساحرة. وقد حصلت بهية على ما أرادت بعد أن آواهم الرجل سرا لدى إحدى قريباته وطلب منها كتمان الأمر، ثم نشر خبر عثوره على جثث 3 فتيات مزقتها الذئاب. عندما سمع والدهم الخبر لم يكن يعلم أنه هو من قادهم إلى ذلك المكان، إذ كان تحت تأثير السحر، وكان يبحث عن بناته كالمجنون. وما أن سمع خبر وفاتهم حتى أسرع إلى حاتم وسأله عن حقيقة الخبر. أخرج حاتم حليا ذهبية وقال أنه وجدها في البقايا، كما أخرج كتابا في العلوم الغريبة. في الواقع البنات هن من أعطينه إياه،
ليؤكد الخبر لكل من يشكك. وبالفعل ما إن رأى الصائغ ذلك حتى انهار على الأرض يبكي، وبدأ يذكر أسماء بناته وهو يصرخ وينوح. ثم أقام الصائغ عزاء على بناته 3 أيام، فاطمأنت الساحرة بموت الفتيات، فصرفت الجني من جسد الصائغ حفاظا على شبابها. كان الصائغ ينظر إلى زوجته جليلة كما لو كانت دخيلة على حياته، لكنه كان يتذكر أنه تزوجها. لكن كيف تزوجها؟ وهل أحبها أم أجبر على الزواج منها؟ كل هذه الأمور كانت تدور في عقل الصائغ ولا يجد لها تفسير، وكان عليه أن يتقبل الأمر الواقع. بعد انتهاء فترة الحداد توجه حاتم إلى الصائغ وطلب منه مرافقته. وافق الصائغ وسار معا في أزقة الحي المتشابكة حتى وصلا إلى المنزل الذي كانت تختبئ فيه الفتيات. عندما دخل المنزل قال حاتم للصائغ: جئت لأخبرك بأمر مهم، اجلس على الأرض وتنفس بعمق حتى لا تصدم بما سأقوله. قال الصائغ: لا خبر أصعب علي من خبر وفاة بناتي. قال حاتم: بناتك على قيد الحياة. اتسعت عينا محمود عندما سمع الخبر، وقال في دهشة وذهول: ماذا تقول يا رجل؟ قال حاتم: نعم، وهم الآن داخل هذا البيت. نهض الصائغ وأمسك بذراع الرجل وقال: بالله عليك لا تنزح معي، وأشفق علي لكبر سني. قال حاتم: والله إني صادق، وكنت أهيئك للقاء. ثم صاح مناديا على البنات. خرجت بهية وهي تجري نحو والدها، وتبعتها أختاها. وقف الأب مذهولا غير مصدق، أهو حلم أم علم؟ احتضنت بهية والدها وقبلت يديه وهو يبكي، وتبعتها أختاها. عاش الجميع لحظات من سعادة اللقاء بين فرح وبكاء، حتى حاتم امتلأت عيناه بالدموع تأثرا بالمشهد أمامه. بعد ذلك أجابت البنات على جميع أسئلة أبيهم، فلم يصدق أنه هو من تركهم وحيدات في الصحراء. قالت بهية: انظر إلى أسفل حذائك يا أبي. نظر الصائغ فوجد بقايا تراب أحمر عالقة في أسفل حذائه، فقال: أعرف هذه التربة، إنها من مكان في قلب الصحراء. كيف وصلت إليه؟ إلا إذا، يا الله، هل فعلت هذا حقا؟ لقد رميتكم للذئاب. وانهار بالبكاء. صرخت بهية: لا، لم تفعل، زوجتك الساحرة هي السبب، وأنت لم تكن في وعيك، لذا اهدأ يا أبي وسنساعدك على التخلص منها. والآن عد إليها وتصرف وكأن شيئا لم يكن. غادر الصائغ بعد أن اطمأن على بناته، وقال حاتم: أختي تعرف عرافة عجوزا وتقول إنها ماهرة جدا في السحر الأسود. سأذهب إليها فورا وسننتهي من هذا الأمر. ذهب إليها حاتم وزارها سرا، وطلب منها تحرير الصائغ من سيطرة جليلة الساحرة، فسألته عن أي شيء يخصها، فأعطاها قلادة سناء وسوار وفاء، فهم من ممتلكات الساحرة. قالت العرافة: هذا رائع، سأقضي عليها الليلة. ارجع إلي في الصباح ولا تعطيني مكافأتي حتى تسمع البشارة ويتخلص الصائغ من الساحرة. عاد حاتم إلى الأختين بالخبر السار، وناموا هذه الليلة وهم مطمئنون. وفي الصباح الباكر توجه حاتم والبنات إلى العرافة، وعندما وصلوا وجدوا حشدا متجمعا عند بابها. سأل حاتم عن الخبر، فأخبروه أن العرافة تعرضت لهجوم في منزلها ليلة الأمس. بعد قليل خرجت العرافة محمولة، وهي مصدومة وفي حالة يرثى لها. عندما رأت حاتم أشارت إليه وقالت بصعوبة: لقد قلت لي إنها ساحرة، لكن وتوقفت عن الكلام. سألها حاتم: ماذا حدث؟ من فعل بك هذا؟ أجابت: إنها ليست ساحرة عادية، إنها شيطانة. قالت هذا ثم أغمي عليها. صدم حاتم والفتيات من الخبر، وعادوا إلى المنزل وقد أصابهم الحسرة وخيبة الأمل. عندما وصلوا استقبلتهم امرأة ترتدي ملابس سوداء. بمجرد أن رأوها تعرفوا عليها، كانت الساحرة جليلة.
تجمد الجميع في أماكنهم، وقد تملكهم الفزع والخوف، خاصة بعد أن علموا أنها شيطانة. هنا قالت الساحرة: بعد محاولة العرافة الفاشلة في الليلة الماضية، تأكدت أنكم على قيد الحياة، لأنكم وحدكم من يعرف سري. أجبرت العجوز على كشف مصدرها ومن أين حصلت على مجوهراتي، وهذا ما قادني إلى هنا. الآن تعالوا معي إلى منزلي. حاول حاتم التدخل، لكن الساحرة نظرت إليه نظرة شلته مؤقتا فسقط أرضا، ثم تبعتها الفتيات مذعورات وخائفات حتى وصلوا منزل والدهم، وقد تملكهم الرعب الشديد. قالت الساحرة: والدكم ليس هنا الآن، أرسلته في مهمة حتى لا يشاهدكم وأنتم تموتون. ازداد خوف البنات وصاروا يرتعشون، فصرخت فيهم الساحرة: نعم، أنا الشيطانة جليلة، وسأقتلكم لأتفرغ لتجهيز خطتي والسيطرة على هذه البقعة من العالم. كان من الأجدر بكم أن تموتوا هناك في الأراضي القاحلة، لكنني الآن مضطرة للتضحية بعام من حياتي لأمارس هذه الطقوس التي ستقتلكم بأبشع طريقة وتمحو أثركم من الوجود. خلعت جليلة عباءتها كاشفة عن كل قوتها الشيطانية، بشعرها المنسدل المتوهج وعينيها البراقتين اللتين تشعان شرارا بدأت تتمتم بكلمات غير مفهومة. وما هي إلا لحظات حتى سقطت الفتيات أرضا، فقالت الساحرة: لقد استجابوا لتعويذة النوم، والآن التعويذة العظيمة التي ستخلط أحشاءكم معا وترسلكم إلى مثواكم الأخير. تقدمت الساحرة نحوهم وأخذت من كل واحدة منهم شيئا، وضعته في كيس أسود، ثم وضعت الكيس على الأرض وقررت بدء التعويذة. في تلك اللحظة سمعت الساحرة ضجة فذهبت لتتحقق. اكتشفت أن نافذة غرفة المعيشة قد كسرت. قالت في نفسها: لا بد أنهم أطفال الحي المشاغبون، سأتعامل معهم لاحقا. ثم عادت الساحرة ووقفت أمام الكيس الأسود ورفعت يديها عاليا وبدأت تصرخ: يا سادة العالم السفلي، يا أمراء الجن وملوك العفاريت والمتمردين الشرسين، آمركم أن تضربوا وتقتلوا أصحاب ما في هذا الكيس، فهو الوسيط بيني وبينكم. في تلك اللحظة بدأ دخان غريب يتصاعد، وهزت أصوات خشخشة المنزل، ثم جاء نداء مخيف: هل أنت متأكدة مما تقولين؟ قالت الساحرة: نعم، بكل ثقة. فرد عليها: إذن لك ما تريدين. ابتسمت الساحرة ونظرت إلى الفتيات متشوقة لمعرفة كيف سيموتون، وهنا غمرتها دهشة بالغة. رأت بهية تنهض من نومها مبتسمة. تلعثمت الساحرة قائلة: ماذا يحدث؟ ما هذا؟ أخرجت بهية بعض الأشياء من خلف ظهرها وأشارت بيدها بسعادة. دققت الساحرة النظر، اكتشفت أنها نفس الأشياء التي أخذتها منهم ووضعتها في الكيس الأسود. صدمت الساحرة وفتحت الكيس بسرعة. فجأة أطلقت صرخة مدوية والدموع تملأ عينيها. لقد رأت الساحرة عباءتها داخل الكيس. أرادت الهرب، لكن يدا ضخمة خرجت من الضباب الغريب المنبعث من القاعة، أمسك بالساحرة وسحقتها حتى تشابكت عظامها مع لحمها، وماتت على الفور. واختفت اليد كما ظهرت، حاملة معها جثة الساحرة. بعد موت الساحرة انتهت كل تعاويذها، واستيقظت سناء ووفاء وهما تتساءلان عما حدث. في هذه الأثناء سمع طرق على الباب. فتحت بهية الباب فوجدت والدها مع حاتم. عانقته وهي تبكي وقالت: انتهى كل شيء، عدنا عائلة. في تلك الليلة أقيمت احتفالات في منزل الصائغ، وابتهج الجميع بانتصار بهية على قوى الشر المتمثلة في جليلة الساحرة. بعد ذلك شرحت بهية كيف فعلت ذلك. قالت: في الليلة التي كشفت فيها سر الساحرة سمعتها تقول إنها ألقت تعويذة تجعل الجميع ينقادون للنوم، ومع ذلك لم أتأثر بالتعويذة. ويرجع السبب إلى أنني كنت أقرأ أجزاء من القرآن في تلك الليلة،
بما في ذلك سورة ياسين والواقعة والملك والمعوذتين. واليوم عندما قادتنا الساحرة من منزل ابنة عم حاتم إلى منزلنا، كنت أقرأ تلك السور طوال الطريق لأنني كنت أحفظها عن ظهر قلب. عندما ألقت الساحرة تعويذة النوم علينا، سقطت على الأرض وتظاهرت بالنوم، وعندما أتيحت لي الفرصة ألقيت بحذائي بكل قوتي محطمة نافذة لأشتت انتباه الساحرة وأشغلها قليلا حتى أستطيع تغيير محتويات الكيس الأسود. هذا ما حدث. لحسن الحظ وبسبب اندفاع الساحرة وتسرعها في قتلنا، لم تلاحظ اختفاء حذائي أو عباءتها. سألت سناء: كيف بالله عليك تعلمين كل هذا؟ نظرت بهية إلى أبيها وقالت: من كتاب العلوم الغريبة الذي أهداني إياه أبي. قبل الصائغ ابنته بهية وقال: لم أقع في فخ الساحرة إلا بعد ابتعادي عنك يا بهية. تلاوتك الدائمة للقرآن كانت تحمي البيت من الشرور. ما أسعدني بك يا ابنتي. هنا تقدم حاتم وقال: يشرفني ويسعدني أن أتقدم لخطبة ابنتك بهية لابني فواز. قال الصائغ: القرار قرارها، ما تقوله بهية هو ما سيحدث. قالت بهية: يا أبي، كيف أتزوج أخواتي أكبر مني ولم يتزوجن بعد؟ قالت الأخت الكبرى سناء: لا أبقانا الله إن وقفنا في طريق سعادتك يا أختي. ثم انحنت سناء على بهية وقبلتها بحرارة، وفعلت وفاء الشيء نفسه. انتهت الحكاية. من وصل معنا إلى نهاية القصة اترك لنا رسالة في التعليقات من أي بلد تشاهدنا، وإلى اللقاء في القصة القادمة.